مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل الثقافي، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات الدفاتر القديمة تأتيكم على الهواء مباشرة. في هذه الحلقة من الدفاتر القديمة يسعدني أن يكون معي فيها الشاعر المصري الكبير إسماعيل عقاب. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بك. الأستاذ إسماعيل عقاب ولد عام 1946 بقرية محلة بش بمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة. ارتبط اسمه فيما بعد طوال حياته من بعد التخرج من الجامعة التي تخرج فيها في كلية الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، حيث ذهب ليقيم هناك منذ أن التحق بالجيش بالخدمة العسكرية، وأقام بعدها في هذه المحافظة النائية التي حولها بوجوده شاعرا معروفا ومتميزا ومتواجدا على الساحة الشعرية، حولها إلى يعني مكان أو كعبة للشعراء والأدباء وللأدب بشكل عام في مصر وغيرها أيضا من الدول. أصدر إسماعيل عقاب العديد من الإصدارات، منها خطوات الأمل المعصوب، ديوانه الأول الذي صدر عام 1979 وأصدره على نفقته، ثم توالت دواوينه الشعرية من بعد الديوان الأول. ديوانه من وحي عينيها صدر عام 1983، وديوان هي والبحر صدر عام 1989، وتأشيرة خروج، محاكمة المغني، مسرحيتان شعريتان صدرتا سنة 1996، وحديث الموج للصخور ديوان شعري صدر 98. هكذا يغني طائر الأرز هكذا يغني طائر الأرز، مقدمة نقدية ومختارات من أشعار الشاعرة اللبنانية هدى ميقاتي، وسيدة الفصول ديوان شعري صدر عام 2005، العزف بأنامل محترقة 2009، وله أيضا تحت الطبع عدة دواوين ومسرحيات. من مسرحياته تحت الطبع مقالب هديوة والملف وكله بلاستيك وحكاية العزيزة، هي مسرحية شعرية، ومسرحيات اللي أنا ذكرتها دي قدمت كلها على مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة. شارك في العديد من المؤتمرات أو في كل المؤتمرات الأدبية تقريبا التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وكذلك شارك في عدة مؤتمرات مهمة جدا بخارج الديار في العراق والكويت والإمارات والبحرين ولبنان وتونس ومعظم الدول العربية. صدرت له مؤخرا الجزء الأول من أعماله الكاملة 3 دواوين، هي والبحر، حديث الموج للصخور، وسيدة الفصول، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب لسه من أيام قليلة. حصل أيضا إسماعيل عقاب على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ديوان شعر عن ديوان هي والبحر من مؤسسة عبد العزيز سعود البواطين للإبداع الشعري عام 91، جائزة الشاعر اليوناني المصري الكفافس عام 91 أيضا، وحصل على المركز الأول في الأشعار المسرحية في مهرجان مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرها من الجوائز، وكرم كذلك من جهات متعددة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة البحيرة ومؤتمر أدباء مصر الذي انعقد بالأقصر، وكذلك إقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، وكرمته محافظة مرسى مطروح بإطلاق اسم الشارع الذي يقطن فيه في مدينة مطروح باسمه، اسم الشارع شارع الشاعر إسماعيل عقاب. رحب بك مجددا أستاذ إسماعيل، ويعني أطلت قليلا ولكن أنا حاولت الاختصار في السيرة الذاتية، سيرة عامرة، ودعني أبدأ من البدايات. قرية محلة بش، يعني ما الذي تذكره عن مرحلة نشأتك الأولى؟ إذا كان بخصوص الشعر والأدب، ويمكن ده يعني كان موضوع حديث في الصباح النهارده مع بعض الشعراء الشبان. نعم. إن أنا حتى حصولي على بكالوريوس الهندسة لم أكن أعرف شيئا عن عروض الشعر. وكل ثقافتي الشعرية كانت هي المقررات الشعرية التي تقرر علينا في كتب النصوص، في سواء كان أثناء الدراسة. ومرسى القرية والجامعة لم يكن هناك أيضا فرصة للمنافذ الثقافية، فالقرية نفسها لا يوجد فيها جيل حتى من المتعلمين، مش من المثقفين يعني. رغم ان هناك شعراء كثيرون
يعني بيحكوا على ان هو لما اتولد كان في بيته كتب شعرية وحد بيحفظ القرآن ومثل هذه الاشياء يعني، بحيث يكون عنده اللغة على الاقل الاسس يعني. الاسس يعني. احنا البلد اللي انا نشأت فيها كانت فقيرة الى هذا الدرجة كبيرة جدا جدا، وكاد ان انا اقول لك لغاية الثانوية العامة لم يكن اي مصدر للثقافة سوى جريدة واحدة تأتي لعمدة البلد. يعني بيت العمدة هو البيت الوحيد اللي بتدخله جريدة في القرية، بس جريدة بس، لا شيء آخر يعني. بقيت من ولا راديو بقى ولا بتاع ولا الكلام ده؟ لا، ما كانش الراديو لسه ظهر يعني، او كان ظهر بس كان غالي، اللي هو الترانزستور الصغير، لكن ما كانش فيه جيل من المتعلمين او المثقفين او من الازهريين او حاجة زي كده عشان الواحد يكون هي القرية نائية قوي؟ لا، ما هيش نائية. قرية في على ظهر، على فرع رشيد مباشرة يعني، قرية حية يعني. لكن ما فيهاش مجموعة متعلمة حتى يعني، جيل من المتعلمين في الجامعة ما كانش اكتر من 3 أو 4 سبقون يعني، ما كان التعليم فيها متأخر. الى جانب لا يوجد اي نوع من الاهتمام الثقافي او القراءات في القرية، حتى في فترة الدراسة في الجامعة. نعم. كنت في الاسكندرية. الدراسة الجامعية في كلية الهندسة تحديدا، انا كنت في الفترة دي بكتب، بس بكتب ايه ما اناش عارف يعني، اعرف ماذا اكتب، لكن اعبر عن شعوري بالكتاب. نعم. لان هناك من يعبر عن شعوره بالرسم، وهناك من يعبر عن شعوره على آلة موسيقية إذا كان في بيته آلة موسيقية. فأنا كنت بلجأ للقلم والورقة عشان أكتب شعوري يعني. فكنت بكتب أشياء شبه موزونة في فترة الدراسة الجامعية. وزي ما قلت لحضرتك إن فترة الدراسة في كلية الهندسة لم تعطيني الفرصة لكي يعني أبحث عن المنابر الثقافة او منابع الثقافة في الاسكندرية او المنتديات. بما انك كنت تكتب في هذه المرحلة المبكرة وبشكل يعني عفوي وبشكل ما انتش متأكد اذا كان هذا شعر ولا اذا كان ده قصة ولا اذا كان ده يعني يصلح ادبا بشكل عام او لا، ايه اللي خلاك تختار الذهاب لدراسة الهندسة مش دراسة اشياء ادبية يعني، او تنمي موهبتك من خلال دراسة اداب او دار علوم او غيرها من الكليات التي تدرس اللغة العربية؟ سؤال وجيه جدا جدا، وكان مطروح حينما حصلت على الثانوية العامة. نعم. لم تكن رغبتي دخول الهندسة، كنت اتمنى ان ادخل كلية الاداب. لكن الموروث الشعبي عندنا ان الاسرة الاسر في القرى تنتظر ان ابنها يكون ضابط شرطة، يكون مهندس، يكون دكتور، ما يكونش مدرس. هذا الموروث اللي عند اللي موجود في القرية، انهم عايزيني ابقى مهندس او عايزيني ابقى طبيب او عايزيني ابقى ضابط، لكن ما بقاش مدرس. انا المدرس ده عادي. فلم تكن رغبتي هو دخول كلية الهندسة، ولذلك كنت طالبا فاشلا في كلية الهندسة. يعني هذا اعتراف. حقيقة يعني لم تكن ميولي هندسية، وكانت ميولي ادبية، وكنت اتمنى ان اخش كلية الاداب، لكن استجابة لرغبة الله. بس انتهيت من الدراسة في الكلية والتحقت بالخدمة العسكرية مباشرة بعد التخرج. بعد ما اتخرجت على طول، لان كانت ما زالت الاحتلال الاسرائيلي، وكان اللي بيجند ما كانش بيخرج. ده كان سنة 71. 71. فكان اللي بيجند يعني التجنيد للمؤهلات العليا كان سنة. لكن بعد 67 اللي كان مجند، اللي بيجند بيتنقل الى الاحتياط ويظل على قوة الجيش. بالظبط. فانا دخلت كلية ضباط الاحتياط، و دخلت في سلاح اسمه الاشغال العسكرية، وتحولنا على المنطقة العسكرية الشمالية اللي هي مقرها اسكندرية. كويس. فاسكندرية ليا فيها اهل، اعمام واخوات، وبعد اسكندرية حوالي 60 كيلو القرية بتاعتنا. فالاسكندرية عايزة ضباط احتياط من ال5 الموجودين،
ودمنهور عايزه من الضباط. فالاربعه اللي كانوا معايا كان معاهم وسايط، فتوزعوا على ديت، وانا عشان بلا واسطه فودوني على مرسى مطروح، هذا المنفى البعيد. وذهبت الى مرسى مطروح وانا اشعر بالتقدير يعني ليا. انه انت منفي يعني. انا رايح منفى مرسى مطروح، اسمع عنها انها بلد صحراوي. ويمكن الحاله الشعوريه والنفسيه وانا راكب الاتوبيس من اسكندريه لمرسى مطروح، البحر يقترب مني اشعر بابتهاج، لان كنت بروح اسكندريه في الاجازه الصيفيه والدراسه. الطريق يدخل الى الصحراء ويبعد عن، احس بالقضاض بالكآبه بقى. بالكآبه ان احنا هنخش على صحراء، يرجع الطريق ثاني، يرجع لمرسى مطروح رايح جاي. فضلت هذه الاشياء تتنازعني لغايه ما وصلت على مدخل مرسى مطروح. فوجدت بلد محتضنه خليج من المياه الزرقاء، شيء مرعب بصراحه طبعا. وحسيت جمال. طيب استاذ اسماعيل، لو تكلمني عن تجربتك السياسيه، يعني في هذه الفتره كانت الحياه السياسيه في مصر تمور بالحركه وبالحياه. يعني في نهايات الستينيات بعد نكسه 67 حصل انه في يعني معارضه شديده لعبد الناصر، ويعني كان هناك تحرك داخل الجامعه والطلبه، وكان في اشهر هذه التحركات ما حدث بعد الاحكام اللي صدرت في حق ضباط 68 في قضيه الطيران المعروفه. انت كان موقعك فين داخل الجامعه؟ انت كنت طبعا في هذا الوقت كنت في الجامعه، موقعك كان فين من الحركات السياسيه اللي كانت موجوده داخل الجامعه وقتها؟ لا، هو ما كانش فيه ممارسه للحياه السياسيه، بس اللي انت بتتكلم عنه ده لم نكن نشعر به في جامعه اسكندريه ولا في القرى. بالعكس، نحن كنا متعاطفين جدا جدا مع عبد الناصر. صحيح احنا انكسر الحلم بتاعنا سواء على المستوى الوطني او المستوى القومي. الرمز الكبير الثوري على مستوى الوطن ومستوى العالم العربي ودول العالم الثالث وكلام من ده اللي هو عبد الناصر كان رمز كبير، يعني كان طبعا مشبع يعني. فانكسار هذا الرمز لم يحولنا الى ساخطين على عبد الناصر، بالعكس. انا اذكر ان انا يوم المعركه بتاعت 67 كان عندنا امتحان بعد الظهر، فالساعة 1:30 رايحين الكلية، فقالوا لنا الدراسة توقفت لأن الحرب بدأت. طب ايه المطلوب؟ ففتحوا الاستاد بتاع الجامعة للتدريبات العسكرية عشان يمدوا منطقة القنال بالفدائيين او بالمقاومة الشعبية. وفعلا روحنا ودينا كتبنا ورجعنا لبسنا اللبس العسكري وقعدنا نتدرب. وبعدين لما جت 67 صحيح يعني نكسه كبيره جدا، لكن انا كنت حاسس يعني. انا والدي مثلا شفته يوم تنحى عبد الناصر كان بيت والدي في القريه يعني. فما كناش ساخطين على عبد الناصر يعني الى جانب طبعا ان انا يعني بطبيعتي لا اميل للعمل السياسي. يعني حتى بيقولوا له الثوره ومش الثوره، قلت لهم الثائر ده ليه مواصفات. يعني مش اي انسان بيكتب او بيفكر او اي انسان يصلح ان يكون ثائر. انا ممكن اكون منظر، ممكن اكون صاحب كلمه تحريضيه او تثويريه، لكن لا اصلح كثائر، لان الثائر ده ليه مواصفات معينه. نعم، واخدت بال حضرتك؟ فانا بتتكلم عن ثوره 25 يناير بشكل عام يعني. بشكل عام ان هو الثائر بيبقى فيه مواصفات خاصه غير الكاتب اللي بيحرض او الشاعر او كل حد بيبقى له دور بالظبط كده يعني. طيب هرجع بيك برضو للستينيات تاني. يعني انت والله ما كانش ليك اي نشاط سياسي، ما كانش عندك خلطه بالعمل السياسي اصلا في الفتره بتاعت الجامعه، الفتره الجامعيه بتاعتك؟ لان انا ما كانش فيه يعني ممارسه سياسيه في الفتره دي يعني. ما كانش فيه احزاب، كان فيه الاتحاد الاشتراكي وما فيش احزاب معارضه وما فيش سياسه غير ان انت راضي عن الحكم او غير راضي عن الحكم. لكن لم يحدث شيء في مصر يقول ان هناك حراك سياسي. يعني كان هناك توجه
شعبي عام، وهو الحلم العربي وحلم القومية العربية، وده كنا يعني ممتلئين بيه. فما كانش فيه ما يدعو ان احنا باستثناء طبعا اليسار اللي كان على خلاف مع عبد الناصر اللي تم القبض عليه وموضوعهم في المعتقلات، لكن عامة كان هو سلوكه في داخل البلد وعلى مستوى العالم العربي ومستوى العالم الخارجي كان فخر لنا، وما كانش هناك معارضة توفي عبد الناصر سنة 70 وتولى السادات 71 70 سبتمبر 70 وتولى السادات مقاليد الحكم في البلد. يعني ماذا تتذكر عن هذه اللحظات؟ هو طبعا كان العبء او الدور اللي هيقوم به السادات كبديل لدور عبد الناصر كان صعب عليه. يعني كان صعب على ان هو يكمل الدور اللي عمله عبد الناصر، لان الزعامات لا تتكرر كثيرا في تاريخ الشعوب يعني. تمام. ونحن نذكر مجلس الشعب والهمهمه والبتاع والاشياء دي كان مرفوض يعني. لكن هو تولى الحكم انه كان نائب رئيس يعني، فكانت يعني مرت اكثر من سنه تقريبا او سنتين والشعب غير متقبل بديل عن عبد الناصر، الى ان يعني قام ثورة التصحيح. طبعا هي عنها ثورة التصحيح 71. جت بعد كده العبور. فالعبور يعني رفع من اسهم السادات. انت اشتركت في الحرب؟ انا كنت مجند، لكن لم اشارك في الحرب لان انا كنت اقيم في مرسى مطروح، وكنت بعمل في سلاح لا علاقة له بميدان القتال، هو سلاح الاشغال العسكرية، وهذا السلاح معني باعمال الصيانة والترميم للمنشآت العسكرية او الاشراف على المباني العسكرية اللي بتنفذها شركات مقاولات يعني. فكان حتى كان المعسكر بتاعي والمكتب بتاعي داخل مدينة مرسى مطروح. فانا لم اشارك ما كنتش في الجبهة، لكن كنت مقيم في مرسى مطروح، ابعد ما تكون عن يعني انت كنت في الجيش في الفترة دي بس ما اشتركش في حرب؟ ما فيش، ما انا في مرسى مطروح يعني كيف هشترك ازاي يعني؟ انا قاعد في مرسى مطروح. والحاجة الثانية كمان ان السلاح بتاعي ما هوش بيبقى في الخلف خالص، ما لهوش علاقة بحاجة يعني. حتى مش بيعملوا منصات الصواريخ لا، منصات الصواريخ والاشياء اللي هي زي ديت بيبقى مطلع بيها او بتسند الى سلاح المهندسين العسكريين. الاشغال العسكريه دي الاشغال العسكريه خاصه بصيانه حاجه مختلفه عن السلاح المهندسي. يعني صيانه مباني كلام من ده، منشات بسيطه. لكن الحاجات اللي هي المنشات العسكريه اللي في الجبهه زي منصات الصواريخ والعنابر اللي بتتعمل والفنادق والاشياء دي، كل دي مهندسين، دي سلاح مهندسين. والكباري. ما تاخدنا بقى من الهندسه والجيش والحرب ونسمع شعر افضل. نسمع شعر ونبقى نرجع تاني يمكن. اتفضل. نسمع شعر. دي هتقرا لنا قصيده من الكتاب الاخير الجزء الاول من اعمال الكامله، سموه المختارات الشعريه. ايوه. يعني المختارات دي اصلا يعني المفروض مختارات يعني مختارات يعني هي مختارات يعني معناها مقتطفات من قصائد مختارة من الدواوين المختلفة. انما دي دواوين كاملة، 3 دواوين كاملة يعني. ايوه. اتفضل يا اسماعيل. القصيدة اللي هقولها عنوانها وردة من فاس. نعم. يعني بمناسبة هذه القصيدة انك كلما دعيت الى دولة عربية لأول مرة، وخصوصا ان الدعوات بتيجي قبل انعقاد المناسبة بشهور، دائما بكون قلق ونفسي ان انا اسافر بقصيدة عن هذه الدولة يعني. لكن طبعا مش كله يعني، كانت في حاجات بتيجي وحاجات ما بتجيش يعني. كويس. المغرب انا بحب المغرب اصلا رغم ان انا ما رحتهاش، لكن لما فكرت ان اكتب قصيدة عن المغرب استعصت عليا القصيدة، حاجة كتبت القصيدة تقول فيها ايه. فجت تجربة كده نوع من زي ما تقول الاسطورية شوية يعني. اسمها وردة من فاس. غيمة النور على اجواء فاس، الهوى اضمى بمطروح الغراس، اقبلت في موكب الشوق ربيعا،
راشفت غصنا تغناها وماس، ورمى للنور صبا عربيا نابتا في صدره غابات آس، وانتحى بالغيم أفقا مغربيا سائلا عن وردة في حضن فاس. قالت الوردة صفها، قال يكفي أن عشقي لهواها لا يقاس، بيننا عهد قديم دافق في خفق قلبينا دماء لا تساس. أطرقت دلا ومدت كفها اليسرى ومدت كفها اليمنى وقالت قدم القربان باس، وانحنى يرشف من نبع التمني حين مدت كفها اليسرى بكاس، ثم مسته بكفيها فأغفى وغفت في جلوة عبر المساس وأفاق، بينما الأرض تراءت وأشارت دس على الأرض فداس، شهق الرمل وشبت من حشاه وردة تسبح في أمواج ماس. الله جميلة يا اسماعيل والله. خليني اروح بقى بيك لعالم الشعر، يعني كيف بدأ معك الشعر؟ يعني بعد هذه البدايات القلقة اللي حضرتك اشرت اليها انه انت ما كنتش متأكد اذا كان ده شعر ولا مش شعر، انا ما وقتها انت ما بتعرفش اذا في عروض في موسيقى، يعني في وزن في القصيدة اللي انت تكتبها او لا، او اذا كانت قصيدة اساسا زي ما حضرتك قلت. متى بدأت معرفتك بالشعر بشكل حقيقي و يعني احتراف الشعر؟ هتعجب حينما أقول لك أنني أصدرت ديواني الأول خطوات الأمل المعصوب دون أن يكون لدي معرفة كاملة بعروض الشعر. وطبعت الديوان وتخيلت، وطبعا طبعت الديوان في وجودي في وسط مجموعة من الشعراء في مرسى مطروح، مجموعة محدودة، ولا توجد في مرسى مطروح يعني أجيال من المبدعين أو النقاد عشان يرعوا هذه النبتة الخارجة. فطبعت الديوان وتخيلت إن أنا بهذا الديوان سأفتتح العاصمة، وجيت بالديوان بتاعي إلى القاهرة، وده نقطة طبعته في مطبعة في اسكندرية على حساب الشقة الخاص. تمام. جيت بالديوان هنا في القاهرة، ولم أكن أعرف في القاهرة أحد باستثناء الشاعر المرحوم فؤاد بدوي، الله يرحمه. الله يرحمه. فكنت كاتب أسماء بعض النقاد أو أصحاب الصفحات الأدبية، وعشان ألف عليهم وأديلهم الديوان بتاعي يعني. فكان هذا الموقف تنزلهم في صحفهم يعني مجلاتهم يعني يشوفوا ينزلوا خبر يكتبوا حاجة، وانا بتخيل ان انا كاتب ديوان يعني شاعر والكلام من ده وبتاع. وكانت الوقفة مع احد النقاد اللي هو يكاد يكون يعني بعيد الى حد ما عن نقد الشعر، يعني الا الشعر عنده هامش من اعماله النقدية، هو عبد الفتاح البارودي. عبد الفتاح البارودي الله يرحمه كان بيكتب في المسرح وفي السينما عن السينما وكده عن الشعر، وكان بيحب الشعر العمومي. فكنت بقرا له البرواز بتاعه مع للنقد فقط. فدخلت عليه بالديوان، وكان في مبنى الاخبار القديم، وقاعد في كشك كده، والمكتب قدام منه كرسي، وبقدم له الديوان، فقعد يبص فيه ومفيش كرسي حتى اقعد عليه يعني، فسابني واقف. فقعد يفر كده وبتاع وكلام من ده. قال لي انت درست العروض؟ قلت له لا. قريت له فلان؟ لا. قريت له فلان؟ لا. لقيت نفسي يعني قدام عبد الفتاح البارودي شكله وحش جدا يعني. فقال لي بص بقى، انت شاعر موهوب، والقصائد اللي انت كاتبها فيها رؤية وفيها 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 وفيها، لكن لابد من استكمال ادواتك وكده، وحمل لك بعض الكتب اللي لابد ان انت تحرص على انها تكون عندك، وانا كان موجود كل يوم الساعه 4. قلت انا جاي من مرسى مطروح. قال لي خلاص كل ما تيجي تعدي علي. تعدي علي.
الله، إذا المرور مش سهل بقى. كان هنا في اول بوابه بيقول لي كده. فنزلت من عنده. انا في مرسى مطروح مع مجموعه الشعراء بنقول شعر وفي المناسبات القوميه والعيد القومي وكلام من ده، والناس اللي قاعده مش عارفه شعر مش شعر، وناس بتسقف لنا واخر تمام. هم مبسوطين يعني. مبسوطين الناس مبسوطين، وانتوا كمان مبسوطين. يعني احنا بينا وبين بعضنا عمالين يعني. فقعدت قلت الله، يعني انت دلوقتي يا اما عن قدام خيارين دلوقتي، يا اما ترجع مرسى مطروح وتكتب بالطريقه اللي انت بتكتبها في وسط هذه المجموعه، وتيجي المناسبات وتقف المحافظ قاعد والسكرتير العام والناس الجمهور وبيسقفوا لك ومدخل له 10، يا اما انك انت تستكمل ادواتك. وكانت دي اول محطه بتحطني على الطريق لكي اكون شاعرا. خدت هذا الدرس ورجعت مرسى مطروح واستكمل، بديت اقرا واقرا لوحدك يعني؟ لوحدي، لان حتى الشعراء اللي هم اكبر مني التجارب بتاعتهم محدوده. يعني مطروح يعني. التجارب بتاعتهم محدوده، لان طبعا الشعر في ساعات يبقى شاعر يمتلك لادوات لا تجربه، التجربه الحياتيه، يعني الاحتكاك بالمجتمع والعلاقات والتغيرات السياسيه والاجتماعيه والحاجات دي مش موجوده. كل اللي يقدر يقول لك في هنا خطأ عروضي وممكن ما صلحولكش، او في خطأ في اللغه وخلاص انتهت القضيه. لكن انت كتبت القصيده ازاي دي لا تعنيه يعني. انت من الشعراء القلائل جدا اللي لم يحيدوا عن الشكل العمودي في كتابة الشعر. ده قرار واضح انه قرار، يعني هل كان القرار من البداية يعني، ولا متى قررته ولماذا؟ يعني لماذا لم تتجه الى كتابة الاشكال الاخرى من الشعر زي القصيدة التفعيلية او قصيدة النثر حتى؟ لا، هو الديوان الاولاني كنت ابحث عن صوت الشعري وعن الشكل اللي احب اكتب فيه. فالديوان الاولاني كان عبارة عن قصائد متنوعة في الشكل العمودي وفي الشكل التفعيلي وفي القصائد العامية. فيعني انا كنت بكتب عامية، كنت بكتب شعر تفعيلي في البداية، يعني انا ما كتبتش عمودي في البداية، كنت بكتب شعر تفعيلي، لان في الفترة دي كنت متأثر جدا جدا بصلاح عبد الصبور وعمل دنقل والمدرسة بتاعة شعر التفعيل واحمد عبد المعطي حجازي. وفؤاد بدر كان بيكتب شعر تفعيلي، فهؤلاء الشعراء اللي كنت متأثر بيهم، وكنت بكتب عامية، فكان الديوان خليط من دي ودي في الديوان الاولاني. جيت في الديوان الثاني ابتديت اكتب الشعر العمودي وشعر التفعيلي في الديوان الثاني. في يعني منتصف الثمانينات تقريبا بدأت الهجمة الخاصة بالحداثة وبقصيدة النثر. يعني الحداثة وقصيدة النثر. لقيت الهجوم على القصيدة هجوم شرس جدا جدا. وبعدين لما قريت في الكتب المترجمة عن الحداثيين الغربيين وما كتبه بعض الحداثيين العرب زي أدونيس وكمال أبو ديب وخالد سعيد، لقيت ان القضية مش قضية قصيدة شعر وقصيدة نثر وقصيدة تفعيلة، لا، هي عبارة عن فكر متكامل، كيفية هدم الثوابت القاعدية في كل شيء، لا قانون لأي شيء، يعني نوع من الفوضى. يعني انت شفت انه ده مدخل لهدم الثقافة العربية يعني؟ لا، كان مما لا شك فيه. يعني هو لما يقول لك وضع المقدس في المدنس ومثل هذه الاشياء والخروج على كل ما هو مؤطر او ما هو مقنن، حتى الشرائع السماوية لا، الخليل بن احمد لا، سيبويه لا، واخد بالك؟ طبعا ده دي يعني هدم المنظومات الثابته المقننه اللي احنا عندنا بعض الثوابت موجوده يعني. واذا اردت ان تهدم العروض فوجد يعني بديل على العروض بتاعت العروض بتاعت الخليل بن احمد الفراهيدي. فانا لما قريت في الحداثه المترجمه عن الغرب والحداثه هنا العربيه، وكان من اشد المناظرين، وكان يعني يعتبر هو شيخي في
الاسكندريه الدكتور محمد هداره. نعم، محمد مصطفى هداره. محمد مصطفى هداره ده كان غيور على الثقافه العربيه والشعر العربي، وكان يعني كنت في رعايته من بدايه الديوان الثاني، وبدأ يقود هذه الحملة ضد هؤلاء، وأنا انضميت له. وبعدين ابتديت أكتب، طب انتوا عايزين إيه من القصيدة؟ فابتديت كيف أكتب القصيدة العمودية التي تخلو من نواحي الضعف اللي هي تتخلص يعني من مشاكل العمودية، الشعر العمودي. بالظبط، الترهل والقافية اللي هي جاية يعني في أشياء كثيرة، والتقليدية في الصياغة والتقليدية في الموضوع وكلام من ده وبتاع. نعم. ازاي اقدم قصيدة فيها بلاش اقول حداثة، لكن فيها نوع من التجديد وتجاوز الواقع وتجاوز الموروث بقصيدة يعني تواكب العصر، وفي نفس الوقت يعني بعض الشعراء الحداثيين اللي بيقولوا فيها حداثة عربية مش حداثة اجنبية قالوا لي في الاخر ان ديت الحدث اللي احنا عايزين، هذه القصيدة اللي انت بتكتبها دي يعني قالها لي الدكتور صلاح فضل، وقالها لي الدكتور محمد عبد المطلب، وقالها لي الدكتور عبد السلام المسد التونسي. قال لي هي دي القصيده، هو ده التحديث اللي احنا عايزينه، دي الحداثه مش الفكر الثاني الحداثي يعني. فابتديت اعتبرت ان مشروعي من هذه اللحظه هو تقديم نص عمودي يواكب القضايا الواقع ويتجاوز الموروث والممكن من خلال الصورة، من خلال الصياغة، من خلال تقنيات مختلفة او معالجة فنية مختلفة عن المألوف. يعني انت ترى انه قصيدة النثر هذه ليست شعر، ان هي انتهت؟ شايف ان مش شعر أصلا. لا هي كمان حتى احنا قلنا انها مش شعر. احنا قلنا في البداية ان الادب نوعان، الادب العربي نوعان، نثر وشعر. هنبعد عن ده نقول له طب ماشي هنضم ديت وخلاها قصيدة نثر. السمر بتاعها انفض من النقاد ومن الشعراء، يعني صوت الشعراء الحداثيين في الثمانينات ونصف منتصف التسعينات كانوا مليين الساحة. النهاردة فيه نوع من الردة، يعني فيه شعراء لا ترجعوا للقصيدة التخيلية، والنقاد اللي كانوا بيشجعوا الحداثة بدأوا لدرجة ان فيه الدكتور صلاح فضل كن في البحرين، وانا نعرف بعض يعني كده، يعني من بعيد لبعيد نسلم على بعض. فانا نازل فبيقول لي تعال اقعد، قعدت جنب منه، قال لي سمعني شعر. سمعت. قال لي انت ما بتجديش شغلك ليه؟ قلت له لان حضرتك يعني متبني بفكر الحداثه وقصيده الناس، وانا راجل تقليدي، انا راجل بكتب قصيده من وجهه نظرك يعني. يعني بقول له يعني مش انا انا مش انا اللي هكتب زي انت ليك اهتمام. قال لي لا قريت لك بعض النماذج الكويسه وكلام، بعت لي شاعر وكتب عني بعد كده. الدكتور محمد عبد المطلب قال لي انت بتكتب قصيده عموديه فيها كل متطلبات الحداثه اللي احنا بنطالب بيها. الدكتور عبد السلام المسدي كنا هنا في احتفاليه زكي اليماني بعد الامسيه الشعريه بالليل، كانت السهره على الشعر اللي انا قلته، وصبحت الصبح قابلني في المدخل كده واحنا داخلين من غرفه الابحاث او القاعه اللي هنعمل فيها الابحاث، فلقيته بيسلم عليا بحراره وبقول له الشعر ده انا كنت فقدت الامل في ان انا اسمع قصيده عموديه بهذا الشكل. قلت له اذا انا ليس لعيب في الشكل. فقال لي انا عايز بقى شغلك، وادي هبدا بان انا ادي لك مؤلف من مؤلفات اسمه ضبط الكلمات، وجا فتح شنطته مديني كتاب من كتبه وقال لي انا عايز شغلك بقى اشتغل عليه. فاذا القضيه ليست قضيه شكل، ولكنها وكنت بقرا في القصيده العموديه ان فيها عناصر ثراء للقصيده. يعني انت لما تبقى عندك يعني الشعر التفعيله يكاد معظم اللي بيكتبوا على قصص التفعيله عن البحور واحده التفعيله. مظبوط. واخدت بالك؟ لكن في الثانيه بيديلك سيمفونيات مختلفه، المتقارب يعني الطويل والبسيط عندك ايقاعات كتيره والرمل طبعا. القافيه اذا انت اعجبت استخدامها بتبقى من جماليات القصيده. فازاي انت تفقد هذه الاشياء مجانا يعني كده بالراحه؟ فكانت يعني كنت انا يعني مقل في الكتابه، وكنت بصبر على التجربه انت في خلال 30 سنه تقريبا ما طلعش غير 5 دورات. انا كل 5 سنين على ما بصدر ديوان، لان بتعامل مع القصيده معامله يعني عنيفه يعني. طيب ما نقرا كمان قصيده. نقرا قصيده. ماشي. انت القصيده الاولى دي كانت من ديوان هي والبحر، اللي هي ورده من فاس.
لا من لا ده من حديث الموت للصخور. تمام كويس. حديث الموت للصخور كويس. نقرا يا سيدي الخوف جولتنا. معلش. الخوف جولتنا الأخيرة. لم يعد يكفيك إشقائي ونفي بعدما سطرت أنقاضي بضعفي وتسللت إلى حلقي دخانا ونشرت الرعب قدامي وخلفي مزنتي أسقطتها فوق محيط الملح واجتاحت خيول الرعد صيفي وسقيت العقمة شريان غراسي فاستطالت دون ظل دون قطفي وأهجت النار تلهو في حصادي ورشوت الريح كي تقزي وتسفي وتغاليت وجهلت يقيني وسكت النار في أحداث حرفي وتطامنت بأني طابع في طعنة مهزومة في نصل سيفي فنما كبرك في أحضان كره حينما أخرست إصغائي وشوفي أنت لا تبغي دمي بل ضرب أقماري وأحقادي وميراثي وطيفي فدمي يثمر أنيابا وجمرا لو أوى مستنزفي في ظل نزفي كل ما تخشاه خوفي كل ما تخشاه خوفي ورمادي وارتعادات ضمير مستخفي واصطبارا لم يزل مستنفرا في شرنقات العظم مسكونا بحتفي شهقة الموت تدوي في رمادي وانبثاقات غد خطت بكفي نبش الخوف ثبورا في عروقي فانتبه ضربك ملغوم بخوفي. الله جميل. طيب تاريخ طويل مع الحركة الثقافية في مصر، المشهد الثقافي بشكل عام أنت كنت مشاركا فيه بفاعلية، دائما متواجد في المؤتمرات التي تنعقد في ربوع مصر بأكملها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. يعني كيف ترى حال المشهد الثقافي في الوقت الراهن بعد كل هذا العمر من التفاعل معه؟ هو يعني يهمني في المشهد الثقافي أن أتحدث الأول عن الهيئة العامة للقصور الثقافة. وأنا بعتبر أن أخطر جهاز موجود في وزارة الثقافة وأهم جهاز موجود في وزارة الثقافة هو هيئة قصور الثقافة. وهيئة والقصور الثقافة اللي موجودة في الأقاليم أرى أنها لا تتبع هيئة من الهيئات، ولكنها عبارة عن فروع لوزارة الثقافة وليست تبع هيئة. ليه؟ لأنها البديل. قصر الثقافة هو البديل لكل المؤسسات الثقافية اللي موجودة في القاهرة، بمعنى ان فيها نشر، وفيها أدب، وفيها مسرح، وفيها فنون شعبية، وفيها فنون تشكيلية. يعني هي وزارة الثقافة مكونات وزارة الثقافة موجودة. تمام. يبقى إذن أنا مطلوب مني ان أنا بقدم ثقافة لتلك المحافظات وخصوصا المحافظات النائية. كيف أن أقدم الثقافة التي تتناسب وثقافة هذه الأقاليم؟ يعني أنا لما أجي مثلا على المسرح في مرسى مطروح، الجماهير البدوية مقاطعة تقريبا، وسبب مقاطعتها له ان المسرح اللي بيتقدم هو مسرح نعمان عاشور، مسرح ألفريد الفرج والدياب وبتاع وحاجات من توفيق الحكيم، ليلى والمجنون لصلاح عبد الصبور. تخيل ان ثورة الزنج بتاعت معين بسيسو اللي يصعب علي اقراها، تصعب علي لانها شعر وشعر معقد جدا، بتتقدم في مرسى مطروح.
طب يعني مش موائم للمتلقي، لا مش موائم، يعني مش عامل حساب الثقافة بتاعت المتلقي، ثقافة المتلقي. وثقافة المتلقي تبدأ وخصوصا في المناطق دي بما تفرزه وبما يتناسب مع عاداته وتقاليده ولهجته. ويمكن ده السبب اللي خلاني اتجه لكتابة المسرح. انا حينما كتبت المسرح لم اكن ابحث عن نفسي ككاتب مسرحي، ولكن لما رصدت الظاهرة دي ان المسرح اللي بيتقدم مسرح الطبقة المثقفة جدا جدا في مرسى مطروح بس، لكن الجماهير العريضة اللي موجودة في مرسى مطروح لا تقبل على هذا المسرح. فكيف تجذب هؤلاء الى المسرح ويبقى دخول المسرح نوع من السلوكيات اللي بيسلكها الراجل البدوي اللي موجود في مرسى مطروح. فقدمت تقريبا مسرحيتين او 3 مسرحيات من ايه بقى، ان انا خدت من العادات والتقاليد بتاعتهم تيمات وباللهجة البدوية واللبس البدوي والموسيقى من الثقافة دي. يعني ادخله الاول المسرح، نبتت من هنا يعني. يعني ادخله الاول المسرح. ادخله المسرح ازاي؟ لما يلاقي على مسرح خشبة المسرح الزي بتاعه واللي بيتكلموا لهجته والموضوع والقصة اللي بتروحها هي عادة من عاداته، يبقى اذا انا جبت رجله فين في المسرح. افضل معاه لغاية ما تبقى الذهاب الى المسرح نوع من السلوك الاجتماعي عنده، بقى عادة بقى خلاص، بقت عادة ممكن اروح يعني. بالنسبة برضو كمان للنشر الاقليمي ما فيش اهتمام بيه بالشكل الصح، لان هم بيدوا ميزانيات للافرع الثقافية وما لهمش علاقة بان الاعمال اللي تطلع ايه ولا ذلك. يعني المشهد الابداعي على مستوى الجمهورية اصبح رديء جدا جدا، لان كل من عمل مجموعة شهرية او مجموعة قصصية خلاص ولان اولا العدد النسخ اللي بتطبع الى جانب النشر داخل المحافظة خلاص، حتى لو في شعر كويس بيموت لان ما بيخلطش انتصار. ده بالنسبة للهيئة العامة لقصور الثقافة. المجلس الاعلى، انا من وجهة نظري المجلس الاعلى للثقافة قايم بدور يمكن فضلنا فترة طويلة لغاية ما مسكوا تقريبا الدكتور جابر عصفور، قايم بحركة نشطة بالنسبة للثقافة المصرية، ويعني متواصل مع البلدان العربية والثقافة العربية والثقافة الخارجية. يعني انا شايف المشهد الثقافي لا بأس به يعني يعني الناقص عندنا ايه يعني علشان يبقى فيه فعالية يعني للمؤسسات الثقافية الرسمية في الدولة لنشر الوعي بشكل حقيقي في الشارع المصري. ايه اللي ناقص من وجهة نظر واحد خبر هذه الحياة وعاش فيها فترة طويلة؟ هو في يعني بخلاف اللي حضرتك اتكلمت عنه وضربت بيه المثل في حكاية المسرح بتاع مطروح، ان هو ازاي يتواصل مع الجمهور بتاع المكان بالشكل اللي يتناسب مع هذا الجمهور. هو في تقريبا حاجتين مهمين في الفترة اللي موجودة، ويمكن انا في مؤتمر الادباء اللي فات كنت طبعا الامين بتاع المؤتمر طرحت المقترح ده على وزير الثقافة. عندنا حاجتين، عندنا المنتج للثقافة. المنتج للثقافة ليس موظفا بوزارة الثقافة، مظبوط، هو من الخارج يعني. هذا المنتج يعني لم يعد بالجدية او بالاهتمام ان هو يقدم ابداع جيد يعني. وخاصة ان مجموعة كبيرة من النقاد دلوقتي مشغولين باكثر من حاجة، يعني تلاقي الناقد عنده الجامعة وعنده رسالة ماجستير وعنده. كنت عايز اتكلم حضرتك عن حركة النقد ورؤيتك لحركة النقد دلوقتي، النقد الشعري بالتحديد. هل شايف انه يعني مكافئ للحركة الشعرية ولا متأخر عنها خطوات ولا خطوة ولا؟ طيب بقى يعني بس الطرح اللي طرحته على وزير الثقافة وقتها، وزير الثقافة اللي بقى سابق بقى لان النهارده خلاص اتغير. انا ما يهمنيش وزارة الثقافة لان هي الامور مستقرة. وعايز اقول لك على حاجة، كلمة ان وزارة الثقافة عاملة او قافلة او مش عارف، لا دي لا تحول دون
الابداع. المنتج هو المنتج للابداع، ليس موظفا في الوزاره. يعني مش وزير راح يعني. لا، مش هيستجيب للسلطه ولا هيستجيب للوزير اللي موجود. يعني مكتب قصيده شعر مش هيقول لي لا دي ما تنفعش، هحولك للتحقيق. لا، ما فيش. صحيح. الجزء الثاني برضه عشان نخش في النقد الشعري، يمكن انا طلبت من وزير الثقافه ان مطلوب اداره عامه في الهيئه العامه لقصور الثقافه اسمها اداره التثقيف. التثقيف يعني ايه بقى؟ يعني عايز اقول لما قامت ثوره 25 يناير يمكن فيه اللي هم متعلمين حتى جامعيين كانوا يجهلوا يعني ايه دستور. صحيح. يعني كانوا يجهلوا يعني ايه دستور والمناوصات السياسيه والاشياء دي كلها. يعني ما كناش شايفين ده، ان احنا مطلوب مننا ان احنا نعرف الحاجه دي عشان نعرف نتوجه كويس ونعرف ننظم نفسنا كويس ونعرف نعمل احزاب كويسه وكده. فمحتاج لتثقيف بشكل عام بقى، مش تثقيف سياسي، محتاج وعي. وعي بالظبط كده. يعني ايه؟ يعني لما يقول الدستور يعني زي ما تقول يعني ايه اتسرق او اي حاجه، وانا ما قريتش الدستور. واخد بال حضرتك؟ فانا في غيبه عن الدستور ده، وانا يمكن احنا ما عرفناش الدستور الا بعد اللي هي ثوره 25 يناير. يمكن ما نعرفش الدستور يا الرئيس المخلوع، ما كناش قارينا المواد بتاعته ولا نعرف المواد بتاعته. فمطلوب نوع من التثقيف على كل المستويات، مش المستوى السياسي فقط او المستوى كده. نرجع بقى مرجوعنا للحركه النقديه. انا شايف ان النقاد النقد الذي يواكب الابداع اللي هو النقد التطبيقي ما هوش موجود بشكل جيد. يعني ما هوش على مستوى الابداع اللي موجود. ليه؟ النقد النهارده وقته محمل باشياء كثيره جدا جدا، وهو اللي محمل نفسه هذا، بحيث يبقى الوقت المتاح او الذي يجب ان يتاح للمتابعات النقديه ما فيش وقت لها، لان هو مرتبط بالجامعه، بيدرس ومكلف بالاشراف على رسائل جامعيه، ومطلوب ان هو يطلع في مؤتمرات عربيه او مؤتمرات داخل مصر. فاصبحت اتجاهه هنا بعيد كل البعد عن الاهتمام بما لم يعد مهتما بما ينشر. لا تجد الناقد الذي يقف عند باعة الصحف لكي يرى ماذا صدر، ولكن ان لم تكن انت تذهب بهذه اعمالك الى الناقد ويحطوا حساب دوره او ما جروش دوره، وتفضل يعني زي ما بيقولوا بالبلد كده تزن عليه كمان. تزن وممكن يستجيب ويمكن لا يستجيب يعني. طيب استاذ اسماعيل، يعني اخيرا الوقت ده هامنا وجري مننا بسرعه جدا، حديث ما حضرش شيق جدا. يعني اهم المحطات اللي اثرت في حياتك الشعريه كانت ايه؟ هو طبعا زي ما قلت لحضرتك المحطه بتاعت يعني بعد البارودي جت بقى يعني اتفجرت بقى قدام انا زي ما بتقول. وبعد هداره طبعا، يعني بعد لا ما كنتش لسه التقيت بهداره. يعني انا التقيت بهداره في نفس التوقيت. يعني انا قصدي اقول بخلاف مرحله اللقاء الاول بالبارودي وتوجيهاته ليك وكذا، وبرضه الدكتور هداره، بخلاف المحطتين دول في ايه المحطات الابرز في حياتك؟ هو هداره كناقد. اما وده المهم جدا جدا. يعني من السهل جدا انك تلاقي ناقد يتناول عملك بالنقد، لكن من الصعب جدا ان تجد شاعر يوجهك كيف تكتب القصيده. يعني انت مش تتاثر بيه، لا، كيف تكتب القصيده، تمام، كيف تتعامل مع التجربه الشعوريه، كيفيه الاستهلال. يعني هذه الاشياء من الحاجات الخاصه بالشاعر ولا يعيها الناقد كتير. يعني ده كان مين؟ عبد المنعم الانصاري، الله يرحمه. النموذج اللي كان الاسكندري الكبير. النموذج الذي كان يقدمه عبد المنعم الانصاري كشاعر كان من قامات الكبيرة على مستوى العالم العربي. الى جانب ان هو كان حينما يجد في شاعر موهبة او حينما يثق في هذه الموهبة فانه يعطيها كل خبرته وكل توجيهاته. وانا اذكر كان فيه لقاء في نادي سبورتنج، كان فيه فاروق شوشة وانا مدعو فيه برضه، وبعدين بيسأله فاروق شوشة عن الشعر ومش الشعر، قال له عندكم الانصاري.
خير من يتحدث في هذا الموضوع. انا ما زلت فاكر هذه الكلمه يعني. هو كان شاعر كبير كان يكتب ايضا الشعر العمودي طبعا طوال الوقت. كان في عبد العليم الأباني كمان في اسكندريه، في سالم حقي الله يرحمه، وسالم حقي واحمد السمره، وكان في جيل كبير يعني. لولا هذا الجيل انا بعتقد انه كان المحطه اللي انا انتقلت من مطروح لها هي اسكندريه. فكانت اسكندريه فيها مجموعه من الشعراء الكبار المحبين للشعر والمحبين للتجارب الجديده والشباب الجديد. الى جانب النقاد ايضا اول من كتب عني اساتذه اسكندريه من الديوان الثاني يعني الدكتور سعيد الوري، الدكتور صلاح عبد الحافظ، الدكتور هداره، الدكتور عشماوي، محمد زكريا عناني. بس يمكن زكريا عناني التقيت بيه بعدها فتره، لكن دولت اللي هم احتضنوني في البدايات يعني. الشاعر الكبير استاذ اسماعيل عقاب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده في الدفات القديمه. ان شاء الله يبقى لنا حلقه ثانيه قريبا ان شاء الله لاستكمال مشوارك وسيرتك الذاتيه ومشوارك في عالم الشعر اللي هو مشوار ثري جدا، كمان مع المسرح وفي ثراء كبير ايضا في عالم المسرح. بشكرك جدا. الف شكرا لحضرتك. اشكركم كمان مشاهدينا الكرام. وصلنا مع ختام هذه الحلقه من الدفاتر القديمه. الثلاثاء القادم ان شاء الله حلقه جديده. تحياتي لكم والى اللقاء.